يا جماعة الخير، ريلمي داخلة في طريق محدش كان متخيله. تخيل معايا كده موبايل ببطارية 15000 ملي أمبير. الرقم لوحده يخض لأنه أكتر من ضعف اللي احنا متعودين عليه في أي موبايل عادي. احنا طول الوقت عايشين على بطاريات 4500 أو 5000 ملي أمبير، واللي بيعتبروا نفسهم جامدين بيقولك 6000 ملي أمبير. بس 15000 ده رقم يخليك تقول هو ده باور بانك ولا موبايل؟ ريلمي من زمان بتحاول تعمل ضجة في السوق بالتصميمات والافكار الغريبه، وده يمكن اكتر اعلان بيشد الانتباه من زمان. وخليني اقول لك حتى لو الجهاز منزلش رسمي قريب، مجرد الاعلان ده بيخلي الناس كلها تتكلم عن ريلمي. اهلا بيكم ويلا بينا نبدا. ريلمي قالت ان الموبايل الجديد الغريب ده هيتعرض يوم 27 اغسطس 2025، بس خد بالك ده مش معناه انك هتلاقيه بكره في المحلات. الشركه وصفت الجهاز انه بروتوتايب او كونسبت فون، يعني نموذج اولي معمول علشان يعرضوا فكره معينه او يختبروا تقنيه جديده. الشركات الكبيره اللي زي سامسونج واوبو وحتى ابل ساعات بيعملوا كده، بيعرضوا فكره عشان يشوفوا رد الفعل، ولو لقوا الناس متحمسه بيبداوا يطوروها ويوصلوها للمنتج النهائي. فبصراحه حتى لو الجهاز مش هيجي قريب، الإعلان عنه لوحده بيخلي السوق يتحرك ويفتح باب للنقاش عن مستقبل البطاريات. نخش بقى في أهم جزء وهو البطارية. 15000 ملي أمبير يعني إيه بالظبط؟ خلينا أوضح لك بالأرقام. بطارية الآيفون 15 برو ماكس مثلا حوالي 4422 ملي أمبير، وجلاكسي اس 24 ألترا 5000 ملي أمبير. يعني الموبايل ده بطاريته أكبر من آيفون 3 مرات ونص تقريبا، وده بيخليك تتفرج على فيديوهات متواصلة لحد 50 ساعة من غير ما تدور على الشاحن. ولو أنت بتحب التصوير فهتقدر تسجل فيديو لمدة 18 ساعة ونص على شحنة واحدة. يعني ممكن تعمل فيلم وثائقي كامل والموبايل لسه فيه بطارية. الموضوع ده لو اتطبق على أرض الواقع هيسهل على ناس كتير شغلهم وحياتهم اليومية بشكل رهيب. قبل بس ما نطير من الفرحة لازم نفتكر ان البطاريات الكبيرة مش سهلة. اي بطارية كل ما تكبر كل ما بتضيف وزن وسمك للجهاز. فاكرين موبايل انرجايزر اللي نزل من كام سنة وكان بطاريته 18000 ملي امبير؟ الناس ضحكت عليه وقالوا ده شبه قالب طوب مش موبايل، ودي فعلا كانت مشكلة لان المستخدم العادي مش عايز يشيل حاجة تقيلة في جيبه طول اليوم. بس ريلمي هنا بتحاول توازن بين السعة الكبيرة والتصميم العملي، وده تحدي مش بسيط لانك لازم تلاقي المواد الجديدة اللي تخلي البطارية تحتل مساحة أقل بس تديك طاقة أكبر. وفعلا الغريب إن الموبايل ده سمكه حوالي 8.9 ملي، يعني أقل من 9 ملي، ودي حاجة رهيبة جدا. في سؤال مهم جدا دلوقتي وهو التبريد. اخبار السخونيه ايه في الموبايل ده؟ ولا هنفضل عاملين له حمام ميه طول الوقت؟ اي بطاريه كبيره ومعالج قوي لازم يولدوا حراره، والحراره دي اكبر عدو للموبايل. ريلمي قالت ان الموبايل ده جاي بنظام تبريد مستوحى من فكره التكييف. ايوه بالظبط كده، والنظام ده اسمه AC Inspired Cooling System، وده مش مجرد مروحه صغيره ولا انبوب تبريد. هما بيقولوا انه بيقدر يقلل درجه حراره المعالج لحد 6 درجات كامله. تخيلوا انت ماسك الموبايل بتلعب لعبه تقيله زي جينشينج امباكت او بابجي باعلى جرافيكس، بدل ما الجهاز يولع في ايدك الحراره هتكون اقل، وده معناه اداء ثابت لفتره اطول. خطوه زي دي ممكن تخلي الناس الجيمرز خصوصا يبصوا للموبايل بعين مختلفه. طيب خلينا نعمل مقارنة عادلة. النهاردة أي موبايل فلاج شيب موجود في السوق زي آيفون أو سامسونج أو حتى وان بلس، البطارية عنده حوالي 5000 ملي أمبير، ودي كفاية ليوم ونص استخدام متوسط. الشركات بتركز على إنك بتشحن بسرعة مش إنك هتمشي بأيام من غير شحن. سامسونج مثلا بتديك 45 واط شحن سريع، وأوبو بتديك شاحن 100 واط، وشاومي وصلت ل 120 واط و200 واط كمان، يعني في نص ساعة أو أقل بتكون البطارية كاملة. لكن ريلمي قالت لأ، خلينا نديك عمر بطارية طويل بدل ما تخليك مربوط بالشاحن. السؤال هنا ايه الافضل؟ موبايل يشحن بسرعة جامدة بس يخلص في يوم، ولا موبايل يقعد ايام كاملة معاك من غير شحن؟ عشان توصل لبطارية بالحجم ده وتفضل عملية لازم تستخدم تقنيات جديدة زي البطاريات السيليكون انود اللي بتخزن طاقة اكتر في نفس الحجم مقارنة بالجرافيت العادي. ده غير انك محتاج شحن مناسب. تخيل بقى بطارية 15000 ملي امبير بتشحن ببطء، لازم يكون في شحن سريع جدا عشان المستخدم ما يقعدش 5 ساعات مستني الموبايل يشحن. هنا بيظهر التحدي الاكبر، ازاي هتجمع بين بطارية ضخمة وشحن سريع وتبريد كويس، وكل ده في تصميم شيك ووزن معقول. خلينا نشوف.
نيجي بقى للسؤال اللي الكل بيسأله، هل احنا فعلا محتاجين بطارية بالحجم ده؟ الإجابة هتختلف من شخص للتاني. في ناس فعلا مش فارق معاها الشحن، طول ما في شحن سريع يبقى تمام، دول مش فارق معاهم يعيش يومين ولا 5، طول ما في نص ساعة يقدروا يشحنوا. لكن في ناس تانية حياتهم كلها سفر أو تصوير أو شغل ميداني، ومش دايما عندهم وقت أو مكان يشحنوا. الناس دي لو لقت موبايل يعيش معاهم 4 أو 5 أيام من غير شحن هيبقوا أكتر ناس مبسوطين. فالموضوع في الآخر اختيار ما بين بطارية كبيرة ولا شحن سريع، أو الاتنين مع بعض لو التكنولوجيا سمحت. الجميل بقى ان البطاريات الكبيرة دي بتفتح ابواب جديدة. المصورين اللي بيصوروا افراح او حفلات هيقدروا يعتمدوا على الموبايل لفترة اطول، والجيمرز اللي بيحبوا يلعبوا بالساعات من غير ما يقطعوا الجيم هيتبسطوا جدا. حتى الناس اللي عايشة في اماكن ما فيهاش كهرباء منتظمة او بيسافروا في الصحراء مثلا، الموبايل ده هيبقى زي منفذ ليهم. ده غير انه ممكن يخلي الموبايل يشتغل كمان كباور بانك لاجهزة تانية. يعني تخيل معاك موبايل واحد تشحن منه سماعاتك، موبايل تاني، او حتى الساعة السمارت بتاعتك. الموضوع مش بس بطارية كبيرة، ده ايكو سيستم كامل حوالين فكرة انك تبقى مستقل عن الشاحن لفترة طويلة. في الاخر الموبايل ده ممكن يفضل نموذج تجريبي وما ينزلش السوق، وممكن يكون بداية لعصر جديد. ريلمي عايزة تقول انها مش ماشية ورا باقي الشركات، دي عايزة تقود الاتجاه. لو التجربة دي نجحت ممكن بعدها نلاقي سامسونج وابل وغيرهم يدخلوا نفس السباق. والسؤال هنا، هل انت تحب تمشي بايام من غير شحن ولا تقول كفاية عليا شحن سريع؟ انا شخصيا متحمس جدا اشوف النتيجة. قولوا لي انتوا رأيكم ايه في التعليقات، وخلونا نفتح نقاش جامد. هل انت مع البطارية العملاقة ولا الشحن السوبر فاست؟ وطبعا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.